مشوار الرياضي من الأيام البدائية، واكتشفت إنه الأستاذ علي الشيخ مدرس الرياضة، فبدأ مشوار الرياضي عن طريق منتخب سنيكرس، ثم عن طريق منتخب موبايلي بمتوسط الأيام ثانوية. ما أنسى فضل الأستاذ صالح سويد والأستاذ حسن فريج هندسية التربية المدنية، فكانوا ينصحوني بتوجه الأندية الرياضية لاكتشاف موهبتي. فكنت أروح هناك، كل ما أروح هناك لازم تسجيل مدني، لازم بطاقة أحوال. أجيب لهم خطاب ما ينفع، يعني لازم التسجيل المدني هو كان العائق الوحيد. والله هذا وزارة الشؤون الاجتماعية ما عالجت وضعي وانا منذ الصغر، مع انه كان في مخاطبات بين الشؤون الاجتماعية للداخلية، بس كلها مخاطبات شفهية، ما في تحرك، يعني ما في تحرك زي ما يسموه ايجابي. اول شيء رحت الاتحاد، فدربت مع الكوتش عبد الله الغراب ما يقارب يمكن مدة شهر ونص. فمدرب عبد الله الغراب قاعد يشيد بيا، فكلمت الموضوع أستاذ خالد الوان، قلت له أنا جاي بمشهد من الشؤون الاجتماعية ولسه ما طلعت هويتي. فقال لي إن شاء الله نشوف الوضع. فسألت أحد الصحفيين في جريدة الرياضي، قال لي لازم تسجيل مدني. وسألت أحد الناس اللي يعرفوا في نظام الكرة السعودية، قال لي لازم بطاقة أحوال. أنا فعلا هذا جاني الكابتن واتمرن معي وبقيت معي، يعني دائما اللعيبه مستجدين نخليهم يومين 3 ايام 4 ايام تشوف امكانياته اذا ما هو مناسب، لكن انا بقيت الى 6 اسابيع يتمرن معي. لكن تفاجأت في الاخير انه يعني ما يحمل بطاقه، يعني بطاقه الحوالي السعوديه يعني. فهذا حولته طبعا مشكله للاداريه، يعني انا قلت لهم انه لاعب كويس وجيد وممكن ينفع يعني في الفريق الاولمبي. والله ما عندي اثبات شخصيه، عندي بس تقرير طب تسميني ومشهد من شؤون اجتماعيه فقط. طيب بعد الاتحاد ما توجهت نادي اخر؟ لما توجهت نادي اخر. ليش؟ يعني على قول المثل ابو زيد كانك ما زيد، يعني حروح هناك والعب واتمرن في ناس الجيل المدني، هو اللي حيكون واقعي، هو حيكون العائق امامي. والله كلمني احد السماسره، عرفنا واحد من السماسره لعيبه يعني احترف في البحرين، وعرف لاعب احترف في الامارات. فقلت له وضعي كده كده كده، ما قال لي لا حاول تطلع لك اي هويه او جواز سفر عشان اوديك. حتى البلدان المجاوره لازم جواز، ايه لازم اثبات. في واحد مو راضي، مو قادر يتزوج، عمره 28 سنه مو قادر يتزوج، وفي واحد بيبتعث بيكمل دراسته مو قادر، وفي واحد ما شاء الله تبارك الله يعني رسام. الفنون التشكيليه المواهب الحين سمعت اخر مره بمواهب السعوديه، في ناس قاعد تجي له عروض. في واحد كمان بشركه اتصالات تبغاه انه يكون مصمم فوتوشوب، مو قادر عشان ما عنده هويه. انا كنت عارف عن وضعي من ايام منتخب موبايلي، فقلت الله يكون في العون. فانا رسالتي دي اللي وجهها اتمنى من المسؤولين في وزاره الداخليه والشؤون الاجتماعيه انهم يتحركوا في الموضوع، وانه ما يكون في تقصير في الموضوع.